السلام عليكم. الأهلي بيفوز على نادي الزمالك فنيا وأخلاقيا في مباراة كرة الطائرة قبل نهائي في الدور قبل النهائي لدوري آه، لدوري كرة الطايرة رجال. الأهلي انتصر فنيا بأنه فاز على نادي الزمالك 3 أشواط مقابل لا شيء، وفاز أخلاقيا لأن نادي الزمالك مواقعه وصفحاته اختارت اللاعب مصطفى لعبة يكون متصدر البرومو بتاع الماتش بتاع الأهلي والزمالك بعد إساءته لجمهور النادي الأهلي والإشارة البذيئة اللي عملها لجمهور النادي الأهلي. بدل ما النادي يعاقبه ويوقفه راح مكرمه وحطه على بوستر الماتش بتاع الأهلي والزمالك. الغريبة ان جمهور الزمالك وإدارة الزمالك لما بيتذكر ان الأهلي نادي البطولات ونادي المبادئ والأخلاق بيتريقوا وبيتهكموا على الجملة دي. لكن بالتاريخ وبالمواقف الأهلي بيثبت إن هو رجل للمبادئ وبينتصر للمبادئ. الدليل عام 1928 الأهلي أوقف لاعب كرة القدم حسين حجازي أبو الكرة المصرية بعد ما رفض يستلم الميدالية بعد الهزيمة من الترسانة في كاس السلطان حسين. وفي عام 1994 الأهلي أوقف حسام حسن لأنه بعد الخسارة من النادي المصري ألقى تيشيرت النادي الأهلي على الأرض. وكان الأهلي خارج من 3 مواسم ما حصلش على الدوري، وساعتها ألين هاريس المدير الفني حذر صالح سليم إن إيقاف حسام حسن ممكن يضيع الدوري، لكن صالح سليم أصر على إيقاف حسام حسن. وفي عام 1997 الأهلي أوقف إبراهيم حسن لأنه اشتبك مع جمهور المغرب وأشار إشارات بذيئة لجمهور المغرب رغم أنه كان بيلعب مع المنتخب ساعتها، وكانت المباراة مباراة منتخب مصر. وطلب الأهلي ساعتها إيقاف طلب من اتحاد الكرة إيقاف إبراهيم حسن دوليا. وفي عام 2005 الأهلي بيوقف أيمن رشدي لاعب الكرة الطايرة لاشتباكه مع جمهور نادي الزمالك والإشارة بإشارات بذيئة لجمهور نادي الزمالك، وكانت النتيجة إن نادي الزمالك راح يتفاوض مع أيمن رشدي وطلب منه الانضمام إليه. سلام عليكم.